مشاهدين جريدة برشيد نيوز، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كون على بال. في حلقة اليوم غتعرفوا معنا كيفاش واحد السيد داير راسو بوجادي وما قاريش ولقى واحد الصاك ديال الاورو في واحد الفيرما ديال لافوكا. كيفاش كيدير حتى كينصب على الناس هو والعصابة اللي معاه. بغيتوا تعرفوا التفاصيل الكاملة ديال هذا الواقع هادي؟ خليكم معنا. أنا حميد بن عيسى وهذه جريدة برشيد نيوز. مشاهدينا الكرام، غنسمعوا الاوديو الاول ديال مواطنه من مدينه برشيد وكيفاش كانت غادا تتعرض للنصب بهذه الطريقه هذه. سمعوا الاوديو. بنت ولا ابن نعاود لكم على واحد طريقه ديال النصب انا يمكن جاتني جديده ما سمعتهاش من قبل، وقعت لي انا بحكم انا عندي محل ديال بارافارماسي بيع مواد شبه طبيه مدينه برشيد. كيدوي لي واحد السيد في الرقم ديال العمل ديالي، قال لي الو السلام عليكم خالتي فلانه. قلت له واه. قال لي راه انا كنت قديت من عندك شحال هذا. قلت لي مرحبا شنو كاين؟ قال لي راه عندي واحد المشكل وبغيتك تعاونيني. قلت له مرحبا لا كان في الاستطاعه ما كاين حتى شي مشكل. قال لي راه ولد خالتي لقى واحد الصاك ديال الاورو في واحد الفيرما ديال لافوكا في مولاي بوسلهان، ودابا هو باقي صغير وخالتي راه شاده داك الصاك وخايفين نمشيو نصرفوه ولقاوه مدور وبغيناك تعاونينا. قلت لي باش غنعاونك انا ما عندي باش نعاونك سير بدي صرفو. قال لي راه خصنا يكون مزور. قلت له انا شنو بغيتيني ندير لك؟ قال لي انا بغيت نجيب لك شي 3 الورقات ولا 4 وتعاونيني فيه تفصيليا نشوفوا واش مدور وديك الساعه خذيه من عندي شريه من عندي. قلت له هادشي راه خصك تمشي ديرو انت بوحديتك في البنك. قال لي لا عافاك خالتي انا قطعت عليه. كان معايا نيت الاخ ديالي الزوج عاودت عليهم. قال لي هذه راه غير طريقه جديده ديال النصب عندك تمشي ورا هاد. كانت هذه السيده الاولى من مدينه برشيد اللي تعرضت للمحاوله ديال النصب بهذه الطريقه هذه. غنسمعوا الضحيه الثاني اللي مشات ليه 5 ديال المليون. هذا من مدينه الدار البيضاء. معكم من صون مصطفى. من بعد ما طرات لنا واحد ما عرفتش غنقول لها واش مصيده كما كيقولوا ولا شوك الله اعلم. المهم بالنسبه لي تعرضت للنصب والاحتيال غير اليوم بالضبط في هذه الوقيته. يلاه جيت لكازا من سيدي سليمان، تعرضت للنصب مشات لي 50,000 درهم عن طريق واحد السيد اللي كنت نقول بانه مسكين ولد الانسان قروي ولد الباديه وغيتعرض هو للنصب والاحتيال. قال لي راه عندي واحد الكميه ديال الفلوس ديال الاورو راه لقيتهم كنت كنسرح ولقيتهم في كارطونه مسكوتين ما عرفتهمش. ملي جيت للدار لقيت بانه هاد العمله ديال الاورو انا ما عرفتهاش، وصلنا عليا في التليفون في الاول ابل ما عرفتهاش، النمره ما عرفتهاش. السلام عليكم. السلام خويا كي داير بخير؟ اللي كاين هو اللي كاين، راه عندي واحد الفلوس وما عرفتهم ديالاش. قلت انا فين لقيتي نمرتي؟ قال لي لا راه واحد المره كنت دويت معك شي 3 شهور انا ما عمرني عرفتو وما عرفتش كيفاش تثقت فيه، ما عرفتش كيفاش دار لي تستغل داك العقليه. المهم مشيت معاه انا دقه وحده كي كنقولوا داكشي ديال التلاميذ دقه وحده مشيت معاه. كنذكروكم بعد ما سمعنا الاوديو ديال السيده اللي من مدينه برشيد وكذلك السيد اللي من مدينه الدار البيضاء، كنذكروا المشاهدين الكرام ان برنامج كون على بال هو برنامج للعبره وليس للفرجه. بزاف ديال الناس كيتعرضوا للنصب والاحتيال، السرقه، الخيانه الثقه، خيانه الامانه، كيتعرضوا لمجموعه ديال الاحداث ومجموعه ديال القضايا اللي كندوزوها في برنامج كون على بال. لاش؟ باش ناخذوا العبره وما نكونوش ضحايا بحال هاد المواطنين اللي تعرضوا لمجموعه من القضايا ومجموعه من الاحداث اللي كتختلف بين السرقه وخيانه الثقه وخيانه الامانه وكذلك النصب والاحتيال. فكيف ما سمعتوا معنا هاد السيده من مدينه برشيد اتصل بها واحد السيد، وديما هاد السيد اللي كيتصل وكينصب بهذه الطريقه هذه ديما كيدير راسو اما كان خدام في فيرما ديال لافوكا واما كيدير راسو انه كان راعي الغنم، وديما يدعي السذاجه ويدعي انه ما قاريش ويدعي انه اما راعي الغنم واما انه بوجادي وما كيعرف حتى حاجه. كيف ما كنقولوا بهذه الطريقه هذه كيدير راسو بوجادي. فكيتصل بك علاش كيدير راسو بوجادي؟ باش اولا يكسب الثقه ديالك وباش يبقى فيك وباش انت تقول بصح راه هذا السيد ما عارف حتى حاجه. لذلك كيلبس هو ذاك القناع ديال واحد السيد اللي بوجادي وما قاريش وراعي الغنم ولا خدام في واحد الفيرما ديال لافوكا. فالسيده اللي من مدينه برشيد بالصدفه دخلت لمواقع التواصل الاجتماعي بعد ما اتصلوا بها. اتصل بها السيد ووهمها
على ان ولد خالته كان خدام في واحد الفيرما ديال لافوكا في منطقه من المناطق ديال الغرب، وديما هما كيمشيو لك لسيدي سليمان ولا سيدي قاسم ولا النواحي ديال مدينه القنيطره، لان هاد النواحي معروفه بالانتاج وبالزراعه ديال هاد الافوكا، فديما كيمشيو لك هما لهاد المنطقه هذه لانها معروفه طبعا بالانتاج ديال الافوكا. فكيقول لك اما ولد خالتي كان خدام في واحد الفيرما ديال لافوكا ولقى واحد الصاك ديال الاورو، ولا كيقول لك كنت سارح ولقيت واحد الصاك ديال الاورو، ولا كيقول لك انا كنت خدام في واحد الفيرما ولقيت واحد الصاك ديال الاورو. فهاد السيده اتصلوا بها وقالوا ليها راه ولد خالتي لقى واحد الصاك ديال الاورو في واحد الفيرما ديال الافوكا في واحد المنطقه، ما عرفناش شنو غنديروا ليه، فالله يخليك واش ممكن انك تساعدينا؟ بعد ما وهمها انه فايت تقدم من عندها شي حاجه من هذاك البارافارماسي ديالها. الشخص الثاني واللي الاسم ديالو مصطفى من مدينه الدار البيضاء، اللي داو ليه 5 ديال المليون، واللي وقع ضحيه ديال هاد الطريقه ديال النصب والاحتيال. فاتصل به السيد وقال ليه انا راه ما قاريش وما عارفش، ورانا كنت سارح واحد الغلم في واحد المنطقه ولقيت واحد الكرتونه مسكوتشيا وفيها الاورو، والله يخليك راه ما عرفتش واش هاد الاورو واش مزور ولا ماشي مزور، وانا راه ما قاريش ما قدرتش نمشي نصرف هاد الشيء، فالله يخليك واش ممكن تساعدني باش نصرف هاد الشيء؟ فبقى كيدي ويجيب معاه في الهضره حتى امنوا مزيان. داك السيد انتقل عنده لمنطقه سيدي سليمان، بطبيعه الحال جاب لي مجموعه ديال الاوراق النقديه ديال الاورو. مشى داك السيد صرفهم لقاهم بالصح صحاح، رجع ليه فلوسه، قال لي يا ودي راه داك الاورو اللي عندك راه ما مزورش، عطاه واحد البركه ديال التنقل باش مشى عنده حتى لسيدي سليمان، وداك الشيء من داك الشيء اللي صرف ديال دوك الاوراق النقديه. بقات العلاقه بيناتهم مطوله وبقى كيتصل به، فصيفط ليه واحد الصوره في الواتساب ديال واحد الكرتونه اللي عامره بالاوراق ديال الاورو. قال لي يا ودي راه هذه هي الكرتونه اللي لقيت وراه فيها اوراق ديال الاورو من فئه 10 ومن فئه 20 ومن فئه 50، يعني الاورو فيها مختلف الانواع ديال الاوراق النقديه. فداك السيد اللي اتصل به يدعي السذاجه ويدعي انه ما قاريش وانه كيرعى الغلم وانه ما عارفش فين يزيد وما عرفش كيفاش يدير له الاوراق النقديه، ومخبيها في واحد المنطقه في العروبيه في المنزل ديالهم، وبغى شي واحد يتكلف ليه بهذيك الاوراق يصرفها. فطلب منه داك السيد باش يجيب ليه انواع مختلفه من هذيك الاوراق باش يزيد يتاكد باللي راه عنده بصح ديك الكرتونه ديال الاورو. فعاود مشى عنده المره الثانيه للمنطقه ديال سيدي سليمان، تلاقاو وياه بطبيعه الحال في الشارع العمومي، تلاقاو وياه جاب ليه مجموعه اخرى من الاوراق ديال الاورو، خدم من عنده داك السيد، مشى عاود صرفهم اوراق ما مزوراش، تصرفهم، صرفوا ليه جميع الاوراق النقديه ديال 5 ديال 10 ديال 50، جميع الاوراق اللي جاب صرفوهم ليه. فالمره الثانيه مشى داك الشخص دا لي ديك الامانه وقال لي راه بصح دوك الاوراق ما مزورينش. بطبيعه الحال المره الثانيه كيعاود يعطيه الثمن ديال التنقل ديالو ديال الاتعاب وديال هذاك الشيء، فكيحاول انه يقسم هو وياه داك النصيب ديال دوك الاوراق اللي صرف. المره الثالثه قال لي اودي انا راه بغيت شي واحد اللي ياخذ عندي هذه الكميه كامله. فقال لي داك السيد باش ياخذ من عندك شي واحد هذه الكميه كامله خاصك تشوف شي واحد اللي عنده الفلوس هذه، راه تقريبا غتكون خاصك تجمع 50 مليون. فاقترح عليه هذاك السيد اللي كيدعي انه لقى الاورو، قال ليه خذهم من عندي انت، اعطيني داك الشيء اللي عندك وحتى تصرفهم على خاطرك وكمل لي اللي باقي والله يسهل عليك انت. فانا راه ما عارف شحال كاين تما ديال. فمشى داك السيد تسلف وتكلف
وقلب على 5 ديال المليون، تسلفها من عند صحابه ومن عند الاصدقاء ومن عند العائله ومن عند الجيران، بقى كيتسلف تجمع 5 ديال المليون. عيط على واحد 2 اصدقاء ديالو وخداو واحد السياره ديال الصديق ديالو ومشاو لمدينه سيدي سليمان. داروا مع داك السيد، جا عندهم، جا هو وصاحبه ركبوا معهم في السياره، فقال ليه شحال نتوما؟ قال لي حنا 4 الناس، 4 ديال الناس اللي مشاو من مدينه الدار البيضاء، السيد المعني بالامر ومع 3 ديال الاصدقاء ديالو. ف هاد السي مصطفى لمدينه الدار البيضاء حط واحد الاحتياط ديال انه ربما يقدر يتعرض للنصب ولا لشي حاجه هكا، فداك الشيء اللي خاف منه هو اللي غيطيح فيه. دا معاه 3 ديال الاصدقاء ديالو وهو الرابع. فاش وصلوا عندهم المنطقه ديال سيدي سليمان، جاو عندهم هذوك الاشخاص، جاو عندهم 2 ديال الاشخاص. قال لي شحال نتوما؟ قال لي حنا 4. قال لي ودي حنا دابا راه غندخلوا للدوار، راه ما يمكنش لينا ندخلوا 4، نتوما 4 وحنا 2 هي 6. الناس ديال القبيله وديال الدوار راه غاديين يشكوا يصعبوا غير شي حاجه وانا ما بغيتش حتى واحد يعرف راه عندي هاد الفلوس هادو. فقال لي هذاك السيد اللي من مدينه الدار البيضاء راه ما يمكنش، يا اما نمشيو معاك ب4 ويا اما نرجعوا في حالنا. فوافق انه يمشيو ب4 شريطه انه هو يركب القدام مع السيد، باش ملي يكون داخل الدوار حتى واحد ما يشك وغيشوفوا راكب القدام، حتى واحد ما غادي ينتبه. ف خبرهم باللي الا سولهم شي واحد من الدوار ما يجبدوش هذا الحس ديال الفلوس ولا ديال الاورو، لا سولهم شي واحد من الدوار يقول لي راه حنا جايين باش ناخذوا شي خرفان ولا شي حاجه من عند هذا السيد. المهم جينا باش نشريو شي حاجه من عند، جينا نشريو شي حاجه ديال الغلم من عند هذا السيد هذا. فكان هذا هو الاتفاق اللي اتفقوا عليه. شدوا الطريق، خرجوا من مدينه سيدي سليمان حوالي واحد 6 كيلومتر، فدخل بهم في واحد الطريق بيست حوالي 2 ديال الكيلومتر، غاديين يلا 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 حسب ما كيحكي هذا الاخ مصطفى من مدينه الدار البيضاء. واحد اللحظه وصل لواحد البلاصه، هو يحيد ليه الكونتاك ديال الطوموبيل، دور الكونتاك ديال الطوموبيل وحيدو ونزل هو من الباب، ونزل صاحبه اللي راكب اللور حتى هو نزل من الباب، حلوا البيبان ديال الطوموبيل ونزلوا. اللحظه اللي نزلوا هما من الطوموبيل خرجت لهم واحد العصابه اللي ما عرفش الاخ مصطفى شحال فيها بالضبط ديال الناس. داو ليهم الفلوس، داو ليهم ديك 5 المليون وكلاو العصا وخداو ليهم التليفونات ديالهم وما استطاعوش انهم يتعرفوا عليهم، ما عرفوا فيهم حتى واحد. فما كان منهم الا انهم توجهوا للمركز ديال الدرك الملكي وداروا شكايه في الامر، فخبروهم الناس ديال السلطه بانهم ماشي هما الاولين ولا الاخرين اللي تعرضوا لهذه الواقعه هذه. فبزاف ديال الشكايات اللي جاتهم بخصوص هذه العمليه ديال النصب والاحتيال ديال الناس ديال لافوكا. فمره اخرى كنقول لكم كونوا على بال وردوا بالكم. فحلقاتنا لا زالت مستمره وتختلف ومجموعه ديال المواضيع وديال القضايا. شكرا لبزاف ديال الناس اللي كيتواصلوا معنا باش يعرضوا علينا الوقائع اللي تعرضوا ليها والاحداث والقضايا اللي تعرضوا ليها. شكرا كذلك لكل من كيتبع برنامجنا كون على بال على موقع جريده برشيد نيوز. شكرا لكل مشاهدي الكرام في كل انحاء المملكه المغربيه. دمتم في رعايه الله والى حلقه قادمه بحول الله.